أصدقائي، هذا المقطع الفيديو للأخ ضياء. الأخ ضياء كمان من فترة هيك عم بيبعت لي مقاطع فيديو، وعم بشوف التحسن اللي عنده، فهذا الشيء بيسعدني وحبيت أشارككم. طبعا بعد ما أخذت إذنه للأخ ضياء إني أشارك المقطع على القناة، منشان الغير كمان يتشجع ويشوف كيف الإنسان المجتهد بيتحسن بعد فترة. طبعا الأخ ضياء تابع حاله سهر الليالي، وأكيد لأنه بيحب الآلة، بيحب يعني عرف شو بده وتعب من أجله. فمن شان هيك أصدقائي بتمنى له كل الخير والبركة، وهو إنسان طيب وبيستاهل كل الخير، وكل إنسان بيتعب على حاله إن شاء الله الله ما يضيع له يعني تعبه. خلونا نشوف مع بعض مين هو ضياء وكيف صار بعد فترة من التمرين. تحياتي أستاذ سربس، تحياتي للشباب والمشاهدين. أنا اسمي ضياء من سوريا، عمري 29 سنة، عندي طفلتين. بصراحة بالنسبة للطنبور، أنا شفت قناة الأستاذ سربس على اليوتيوب، شفت عمي في قناة، يعني قناته تعليمية. بتشكره كتير على هالقناة الحلوة بصراحة. أنا صار لي عم بعزف تقريبا 8 أشهر. انا شفت القناة على اليوتيوب وراسلت الاستاذ سرباس، قلت له حابب اشتري طنبور من عندك. اشترينا والله من عنده وجاني الحمد لله صاغ سليم. هذا هو صوته كتير حلو مثل ما شفتوا. وبصراحة يعني اول ما جبته انا قلت للاستاذ سربات، راسلته قلت له يعني في خرج انه اتعلم ولا لا. يعني بصراحة هو شجعني، كان هو دافع كبير الي لتقدمي وعزفي. يعني كتير كنت عم تابعه، وبصراحة يعني كنت اسهر الليالي بصراحة، يعني اسهر الوحدة تنتين. يعني بصراحة كتير تعلقت بآلتي واندمجت فيها، صرت دق سماعي. يعني احيانا في علامات ناقصة، احيانا تزبط الدقة كلها. السماعي غير النوطة بيعرف، يعني اللي بيعرف يعزف منيح بيعرف هالشي. والحمد لله يعني هاي عزفت 8 شهور، يعني بحس حالي شوي مو زيادة، بس أحسن إن شاء الله. إن شاء الله كل ما واحد يعني عزف، كل ما تمرن أكتر، كل ما صار عزفه أحلى طبعا. وتشكر كتير الأستاذ سربس على هالقناة الحلوة. وبحب سمعكم كمان لحن لحنين، وانتو شوفوا أعطونا رأيكم. هالشي دنياي دنيا خاينة، جاركي تاني عمرنا بينا. هالشي دنياي دنيا خاينة، جاركي تاني عمرنا بينا. واستنى بينم وزعار بينم، واستنى بينم وزعار بينم. ورشرت البامن قلاب الشينا، ورشرت البامن اسراب الجينا. ورشرت البامن براقة بينا، ورشرت البامن براقة بينا. راسي أستاذ سربس، الله يعطيك العافية. بعرف شوي فيها أغلاط، بس هاي اليوم جديد عم اتدرب عليها، لساتها تازة مثل ما بيقولوا. والله يعطيك العافية أستاذ سربس.
بصراحة عندي يعني بعرف كتير ألحان وأغلبيتهم كردي، مع إني ما بعرف أحكي كردي، يعني كرديتي شوية هناك بيشكي جراني از فهم دكيم نظام بقري ما مستا أري والله. يعني زماني مقد جراني صرام عفو بك وساعتها تخش. السلام عليكم. والله يعطيك العافية، ورح أعطيك كمان معزوفة تانية، وأعطيني رأيك بصراحة، يعني رأيك بيهمني أستاذ. الله يعطيك العافية. هاي الغنية بصراحة اليوم عم دقة، سمعت على قناتك، على مقابلتك مع القناة راديو، والله ما بعرف شو كان اسمها، المهم سمعتها وسماعي، واليوم هي جديد صار لي 10 دقايق، يعني قبل ما أسجل فيديو ب10 دقايق حاولت أتدرب عليها. بتشكر كتير تعليقاتكم الحلوة بالقناة وتفاعلكم الأجمل، وشكرا لكل إنسان عم بيقدر تعبي، ومثل ما قلت عم بيكتب تعليقات حلوة أو إنه يعني عم بيرفع من معنوياتي. طبعا مثل ما ذكرت قبل هلا كمان إنه أي شخص حابب ينشر مقاطع فيديو بالقناة، القناة تعتبر قناتكم، ما حدا يخجل. أي تمرين، أي أغنية، أي عزف، أي موسيقى، أي غناء، أي شي حابين تنشروه بالقناة إن كان خاص ولا عام، يعني ما تترددوا وتواصلوا معي، ومثل ما صار معي مثل مع الأخ ضياء، وبتمنى له الخير، وبتمنى لكل المشتركين